السلام عليكم الستريلات، كي دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم جبت لكم طريقتي في كيكه ديال التفاح والوصفه السحريه اللي كنتبعها وكتجي سهله ومفشفشه وريحتها كتشم من راس الدرب. كذلك مورا هاد الكيكه غادي نديروا واحد الجوله خفيفه في ماركو مول وواحد الدويره في ايكيا نغديوها ونكتشفوا الجديد ونضحكوا شويه باش نخليو واحد الروح زوينه مع التسوق والضحك. المهم يلا جهزوا ريوسكم معايا وتبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر ونخليكم مع الفيديو. نتمنى يعجبكم وما تنساوش ديروا واحد لايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. اول حاجه غادي نديرو عندنا 3 البيضات مع قبيصه الملح، كاس معامج ديال السكر، واحد فانيا، درت 2 فانيات بغيت النكهه ديال الفاني تكون غالبه في هاد الكيكه مع كتواتى مع التفاح، كاس معامج ديال الزيت ودانون ديال البنان. راه قلت لكم انا من العشاق ديال دانون بنان في الكيكه، وربع كاس ديال الحليب دافي. صافي خلطي مزيان حتى كيبان لك داكشي ابيض. عاد تزيدي دقيق. الدقيق بالنسبه لي انا استعملت 2 كيسان ونص ديال الطحين، يعني هاد الوصفه كتجي شويه يعني عاقده باش داك التفاح ملي كنديروه من فوق الكيك ما كيهبطش مع الدقيق، ما كيجيش الوسط. نتوما عينكم ميزانكم. هذاك الكاس الثالث كنقول لكم كتلعبي به، معنى كتلعبي به كتضيفيه بشويه بشويه حتى كيبان لك الخليط هو هذاك. كنديروا 2 خمارات. صافي كتخلطي مزيان حتى كيندمج هذاك الخليط. وشوف هاد الكيكه ديال التفاح كتجي واحد النسمه اللي زوينه صراحه، كتنشواي ليا بها مع كويس ديال اتاي ولا كويس ديال القهوه في الصباح. يا سلام. انا اللي نسيت هنا في هاد الكيكه هي انني كندردر القرفه من فوق التفاح، نسيتها. المهم داك التفاح باش ما يكحش لينا ضيفي ليه الخل وضفت ليه شويه ديال الفاني باش ما تجيناش عاوتاني الحموضه. صافي وتتقادي على شكل وريضه بهذه الطريقه ودخلي ليا على فران ساخن. صافي شتي ولحت فانيا من الفوق. هنايا شوفوا كيفاش كتجي تبارك الله مفشفشه، عرفتي جات منشفنجه من الداخل. المهم هنا راه كنت مسجله لكم الصوت والصوره ولكن ما عرفتش شكون اللي كان صونا فتخلطات الصونيط مع الهضره ديالي ولا جا داكشي ما واضحش. هنا غادي نقطع معكم واحد المورسو، شوفوا كيفاش كتجي، عرفتي والريحه طالعه مع ريحه التفاح والفاني ودانون ديال البنان. يا سلام شو تبارك الله كيفاش كتجي، جات مفشفشه وهائله. ايوا نمشيو يا لاله دابا نضربوا واحد الجوله في المول، ايوا ونغسلوا شويه الدماغ، نحيدوا من الدار ونبعدوا من الاكتئاب. انا من داك النوع اللي ما تيبغيش ماشي بيتوتي بزاف صراحه، شي نبقى النهار كامل في الدار ما تجينيش شي، واخا نعرف نمشي حاشاكم نرمي غيز نرمي الزبل ونرجع وما نبقاش في الدار. شي نمشي عند مول الزراعه ناخذ 5 دراهم لوز و5 دراهم اكاجو ورجع للدار وما نبقاش في الدار النهار كامل. بو مستحيل نبقى لكم في الدار كامل. خلاوها سميتو انت خراجه ولا خراجه ولا تحيدي الاكتئاب وكتحيدي داكشي وتشوفي المناظر الجميله. نتوما شوف تبارك الله، شوف تشمي رائحه الهواء النقي وتشمي ريحه البحر وتشمي سميتو تشوفي الناس ويشوفوك. ما بقيتي من الكوزينه للدار من الكوزينه للبيت والبيت مالنا هي الكوزينه مره ولكن شويه ديال الخروج والدروج. ايوا مازال غنشارك معكم في الفيديوهات اللي جايين نوريكم شله بوكو حاجات. انا ماما مسكينه غاده بماريه ايوا كتسرى ويا وانا نصور فيهم وفي نفس الوقت كنشوف الطبيعه ونشوف. يا سلام الله. دابا انا كنتفرج معكم وكنتمعن فهمتي واش هادشي غتبقاي في الدار غادي تشوفوا فيه. وانا اللي تيعجبني داكشي ديال ايكيا. يا سلام. لا من زعما الديكور، هما كيسرعوا الديكور صراحه. كلشي عندهم غالي، كلشي عندهم زعما باثمنه خياليه ولكن كيلعبوا على الديكوراسيون.
كتشوفي المطبخ كيفاش مجهز، الطريقه ديال كذلك بيت النعاس كيفاش مجهز، دريسين نتوما تبارك الله بلاصه الصبابط بلاصتهم بوحدها، الفاطب بوحدهم، الحوايج كي دايرين. ولكن اش خاصك يا لاله؟ خاصك قريضا، خاصك الفلوس. ايوا وشوف تبارك الله هادشي سازلوكس المهم. عندك ماما خدات فيروز، أكلة لبنانية ولا سورية، فيها الحمص، فيها الطحينة، فيها سميتو. حنا خدينا كريسبي هو عبارة عن شلاضة، فيها لي بات، فيها الخضرة وفيها دجاج كريسبي وخبيزات، مهم زوينة ولذيذة وفنة. انا من بعد غادي نكملوا الجولة ديالنا ولا الخروج ديالنا من المول. شكرا بزاف الا تفرجتوا معايا في هذا الفيديو، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بالوصفه ديال الكيكه ديال التفاح، ونتمنىكم كذلك تكونوا جربتوها ولا جربتوها. قولوا لي كيفاش جاتكم في البنه، واش جاتكم هي هذيك وبالجوله في المول وفي ايكيا والغديوه اللي شاركتها معكم. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم، وتبقاو معايا في القناه باش تشوفوا جديد الوصفات والمغامرات ديالي. الله يسهل عليكم ويعطيكم الصحه والراحه.